سنتحدث عن كيفية رفع المنتجات للموردين. يمكن للمورد إضافة منتج جديد باختيار منتجات بالأسفل، ثم اختيار إضافة منتج جديد، فيكتب المورد اسم المنتج، واختيار فئة المنتج، والعلامة التجارية، وكتابة الوحدة والوزن، وتحديد الحد الأدنى لكمية الشراء والعلامات والباركود، وتفعيل قابل للاسترجاع، وكتابة وصف المنتج بأن يتحدث عن تفاصيل المنتج، وتحديد الدفع عند الاستلام وإعداد ضريبة القيمة المضافة، ورفع صور المنتجات باختيار وسائط، ثم اختيار صورة المنتج أو أكثر من صورة من معرض الصور، ويمكن تحميل صورة جديدة باختيار رفع الملف ثم يختار الصور التي يريدها، ثم يختار المورد صورة مصغرة، وهذه الصورة ستكون معروضة عند اختيار المنتج. ويستطيع المورد أيضا أن يرفع فيديو للمنتج سواء من اليوتيوب أو غيره بأن ينسخ رابط الفيديو ويضعه في رابط الفيديو، ويمكنه أيضا تحميل ملف PDF لوصف المنتج وتحديد سعر المنتج. عند تحديد السعر يختار المورد كل الدول، وستظهر العملة التابعة لكل دولة، فيقوم المورد بإضافة السعر المحلي، ثم يحسب السعر المحلي بالعملة التابعة لكل دولة بالريال والدولار، وتحديد الخصم بكتابة النسبة المئوية ونطاق تاريخ الخصم إن وجد، وتحديد كمية المنتج، والSKU كود المنتج، والرابط الخارجي. ويمكنه ضبط تحذير من انخفاض كمية المخزون وحالة رؤية المخزون، ويمكنه تحديد لون وصفات المنتج. عند اختيار صفات المنتج يختار المقاس أو الخامة أو الأبعاد أو حجم المنتج، وضبط الأسائي أو إن وجد الأسئي، أو هو أن بعد إضافة المنتج ثم تعديل بياناته في وقت لاحق فيظهر اسم المنتج والوصف والصورة في الأسئي أو، وبعد الانتهاء يضغط على حفظ ونشر، ثم ينتظر الموافقة من الإدارة، أو إذا لن يشارك المنتج الآن سيقوم باختيار حفظ وإلغاء النشر.